في العديد من محافظات مصر، ما الذي يطلبونه من المرشح لانتخابات الرئاسة المشير عبد الفتاح السيسي؟ رجلا بشوفه اصلح انسان يعني بعد انور السادات. يعني امل الوحيد لمصر مع الراجل السيسي. رجل قوي ورجل دولة ورجل قانون، رجل المرحلة، رجل وقته اللي احنا عايشينه دلوقتي، والوقت ده بالذات عايز السيسي مش اي حد تاني. نتمنى فيه ان هو يحقق لنا كل مطالبنا الجايه واحنا وراه، لان مش هيقدر يحقق حاجه لوحده، وزي ما نزلنا قبل كده وساندناه وساندنا مصر الاول هنسانده. هو اللي هيعدينا المرحله دي ان شاء الله. بحب اعرف كل الناس ان هو ده مستقبل الاجيال الجايه، مش الاجيال الموجوده حاليا. ربنا بعته لنا هديه للبلد وفي المرحله دي بالذات. حد كويس وهيمسك البلد بطريقه كويسه هيمشيها صح. المشير السيسي هو انسب واحد في المرحله اللي جايه دي، لان البلد في حروب خارجيه وحروب داخليه، وهو ما نزلش الا بالشعب، الا بطلبه الشعب، هو ما نزلش منه لنفسه. الراجل فاهم انت جواه نزعه وطنيه، فحاول ينقذ الوطن لان هو عنده اولا واخيرا البلد ومصلحه البلد وخدمه الشعب، سواء مسلم ولا مسيحي، وكله في اتجاه واحد. والبلد محتاجه لشخصيه زي شخصيه السيسي، وده هو ده المطلوب في وقتنا ده. الامل بعد ربنا سبحانه وتعالى في المشير عبد الفتاح. هو القادر على خوض المسيره وان هو ياخد بصمه الصفوف الاولى في العالم، واحنا اللي طالبنا بنزوله. بنقول له ربنا معاك ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله يعني مصر تعلى بيك وربنا يوفقك يا رب. بنحب السيسي انه راجل محترم وانقذنا من الاخوان. احنا عايزين المشير عبد الفتاح السيسي لانه راجل كويس ومحترم وكلنا بنحبه. راجل عاقل هادي راسي محترم، عنده رؤيه للوطن العربي كله. السيسي هو البطل، كان انتخب غيره. انا اخترت السيسي عشان راجل بجد مصري، مؤمن بمصريته جدا، مؤمن بقوميته العربيه، انقذ بلدي من التقسيم، انقذ بلدي من الارهاب. من ساعة ما نزل راجل كويس، واحنا عايزين اللي يصلح البلد عشان اولادنا.